اهلا متابعينا ومتابعين قناه راي عام وصفحه عاجل على الفيسبوك. بعد ما استدارت النيابه العامه الستار في قضيه بورسعيد اللي راح ضحيتها على ايد بنتها وصديقها، وصدر بيان النيابه العامه كان فاصل قاطع بيقول ان البنت دي اشتركت في الجريمه، وكان في تخطيط قبل الجريمه، وكان في اتصالات ما بينها وما بين صديقها قبل تنفيذ الجريمه، واثناء وقبل تنفيذ الجريمه على طريق تليفون الام. بيان النيابه العامه قال في يقينه ان هي مفيش اي نسبة شك ان البنت مشتركة اشتراك كامل في الجريمة ديت مع صديقها حسين. واثبتت النيابة العامة ان كان في اتصالات ما بينهم. اثبتت النيابة العامة ان قبل الواقع بيوم، يعني جت شهادة دلوقتي طلعت جديدة في القضية، منشور موضوعها من كام ساعة على القنوات وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. فوجئنا بيها ان طالعة بتشهد لاحدى القنوات الفضائية. كان تقرير معمول، لكن في غلطة في التقرير دوت هنوضحها، وهنذيع برضو كلام الست اللي قالته، وهخليكم تراجعوا الحكايه ديت. بيان النيابه العامه فاصل قاطع. النيابه العامه يا جماعه بتقعد تتروى كتير، ما بتصدرش بيانات اللي ما بتلم خطوط الموضوع كله، وده اللي متعودينه من النيابه العامه المصريه في مصر. بتسيب اللي يقول بتسيب الاعلام يعمل اللي هو عايزه، اللي يقول. لكن بيان النيابه العامه بعد ما بينزل في اي قضيه في مصر بالذات بيكون كلامه فاصل قاطع، خلاص ما فيش غير محاكمه وكلام مصدق بتاع النيابه العامه. لان النيابه العامه ولا بتاخد بكلام المتهمين بس، ولا بتاخد ده، بتربط بكلام المتهمين بالكاميرات الموجوده في الشارع، المعاينه مكان الجريمه، بتصوير الجريمه والمتهمين، وبتشوف اقوالهم متضاربه ولا لا، قالوا ايه وعدوا ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش، وكان الساعه كام، وتقرير الطب الشرعي، وحاجات كتير جدا. فالنيابه العامه ما بتطلعش تقول اي كلمه كده. اخر بيان النيابه العامه عندنا في مصر كلامه مصدق، الموضوع منتهي. طلعت بقى النهارده احدى الفضائيات فاجئتنا ان في شهاده جديده في القضيه، ولكن في غلطه في الموضوع تثبت ان الموضوع ده حل من الاثنين. يا اما الشهاده دي حد طلعها، يا اما هي احدى القنوات طالعه للبروباجندا يعني. طيب يا جماعه، الست دي طلعت قالت ان يوم الحادثه ان نورهان كانت عندها بتدي دروس للولاد، ونورهان اتصلت بيها قبل الواقعه، قالت لها ما تبعتي لي العيال، قالت لها لا تعالي انت للعيال، لان هي متعوده ان هي اللي بتيجي للعيال. وبتقول انها حضرت من الساعه 4 وربع لحد الساعه 7 وربع. جميل الكلام. الست بقى بتحكي ومش عارف الكلام ده عجبته منين. قالت ان قبل الواقعه بيوم حصلت خناقه جامده ما بين الام وما بين صديق البنت اللي هو حسين ده، وقالت له ما تدخلش بيتي تاني، وزعقت له جامد وضربته واهانته قصاد نورهان وطردته من عندها. بناء انا كانت شايفاه لوحدهم في الشقه او في وضع الله اعلم، انا مش هقدر اظلم البنت، ما انا ما بحبش اتكلم في اعراض بطبعي. هل بقى ده ما بيدينش البنت؟ طب النيابه العامه قالت ان هي فتحت الباب للولد خلسه، امها كانت نايمه، دخلوا عليها بعصايه فيها مسامير، ضربوها ما ماتتش، قامت من نومها، كملوا عليها بضرب بالشاكوش. الست حست انه خرج قواه، قالت لهم طب سيبوني اتشاهد، خلوها تتشاهد وقال لها كفايه عليكي كده، رديت الشهاده 3 مرات، قال لها كفايه عليكي كده، راح نازل عليها بكيش تاني لحد ما ماتت. هنا بقى في المداخله بتاعت الشهاده بتقول ان نورهان هو كلمها على الواتس قبلها بيوم وقال لازم ناخد حق من امك يا من اخوك. قالت له طب اخويا عمل لك ايه؟ مالكش دعوه، اخويا خافت على اخوها، يمكن تكون في وجهه نظرها ان مثلا معلش الام كبيره تعرف تتصرف وتعرف توقفك عند حدك، او انت هتخاف منها او كده. جه تاني يوم هي برضو الشاهده بتقول احدى القنوات الفضائيه بتقول لهم ان البنت جالها تليفون اثناء الدرس وراحت جري على بيتها، دخلت جوه لقيته جوه هو ووالدتها بيزعقوا مع بعض، قال لها خش انت يا نورهان اعملي شاي عشان اكلم ماما شويه واعمل لنا كوبايتين شاي. فقالت له انت مالكش كلام معاه ولا هتكلم معاه. نورهان على حد كلام الشهاده بتحوش ما بينهم، راح زق نورهان موقعها على الارض، كان في كوبايات مقلوبه محطوطه جنب الجزامه، راح ماسك كوبايه منهم حاول يعورها بيها، ما ماتتش، راح ماسك الشاكوش بعد ما وقع نورهان على الارض، فضل نازل على دماغها بالشاكوش لحد ما مات. ده الكلام اللي قال. طب النيابه العامه اثبتت ان الست كانت نايمه اصلا، وهم دخلوا لها نفذوا جريمه في اوضه النوم، والبنت راحت سخنت ميه سخنه وحطت عليها ميه سخنه عشان تتاكد انها ماتت ولا عايشه. ايه بقى؟ اشمعنى الشهاده طلعت في التوقيت ده؟ ده السؤال المهم. اشمعنى التوقيت ده اللي طلعت فيه وبعد بيان النيابه العامه ب3 ايام؟ اشمعنى؟ ايه الهدف؟ ما رحتوش شهدت ليه طب الكلام دوت؟ غريبه. بس حصل بقى ما احمد عقباه في التقرير دوت، انه في اخر التقرير جه المراسل قال لها ايه؟ احنا بنشكرك انك انت سجلت معانا من اول يوم في القضيه. الله، هو انتوا كنتوا مسجلين معاها اول يوم ومستنيين بيان النيابه العامه ينزل وبعد كده تذيعوا؟ القضيه بقى لها اصلا 10 12 يوم.
اشمعنى بقى انتوا التوقيت ده بعد ما بيان العام ما نزل، وبيان العام نزل بعد القضيه بحوالي اسبوع تقريبا، مش يوم وليله. فدي طبعا غلطه تبين ان الموضوع، طب انتوا كنتوا حتى عارفين القضيه ما خليتوش الست دي تروح تشهد، في حاجه مش طبيعيه. وطبعا انا مع بيان النيابه العامه المصريه جمله وتفصيلا، وهنزله برضو هنا في الفيديو، وهنزل برضو مداخله الست عشان تبقى الدنيا كلها عارفه في حاجه غلط. الست دي اشمعنى بتشهد في التوقيت دوت، والمذيع اشمعنى في اخر البتاع قال انت احنا بنشكرك انك انت زيت معانا في اول يوم للقضيه. طب النهارده مش اول يوم للقضيه، ومع العلم ان التقرير ده متذاع امبارح في احدى القنوات الفضائيه، اول مره يطلع. ايه الحكمه من ده؟ ده بيان بيثير الراي العام، الناس كلها اصلا مستاءه، القضيه صعبه، بتمثل كل بيت مصري، مش موضوع قضيه واحده قتلت امها وخلاص. ده مصر والدول العربيه كلها في حاله مش طبيعيه، لان كلنا منهكين في اشغالنا، كلنا بربي عيالنا، اهلك ربوك لحد الجامعه، يعني تعبانين في تربيتك، تعبانين في تربيه اخواتك، واضح من لبسك ولبس اخواتك ان هم شقيانين جدا عليكم. طب يلا يا جماعه اسمعوا بيان الست، وبرضه هتسمعوا بيان النيابه العامه. السلام عليكم. طبعا انا عارفه ان كلكم ممكن تكونوا هتقولوا ان انا بدافع عنها، لا، هي ارتكبت غلط، وغلط مش صغير، ده كبير. بس انا اعرف نورهان من حوالي 2.5 شهور كانت بتدي لاولادي في البيت، كانت يعني كويسه جدا بصراحه، ما كانش باين عليها اي حاجه، بالعكس انا كنت دايما خلاف معاها ان هي لازم يعني تبقى شديده شويه مع اولادي علشان يتعلموا منها ويخافوا منها. قالت انا ما بقدرش اعمل كده، ما اقدرش اعلم طالب بالطريقه ديت. يوم الواقعه بقى اتصلت بيا الساعه 4:15، قالت لي هم الولاد هيجوا ولا مش هيقدروا يجوا؟ قلت لها لا، مش هيقدروا يجوا علشان انا عندي شغل. يجوا عندها البيت؟ يجوا عندي البيت. هتبعتي الاولاد ولا لا؟ يعني طلبت مني هبعت الاولاد ولا لا؟ الكلام ده كان بالتحديد من الساعه 4:05. بعد كده قلت لها لا، انا مش هقدر ان انا اجيبهم، انا بصراحه كده، لان انا متعوده ان هي تجيلي البيت عشان انا ما اروحش واجي بحكم شغلي. قالت لي خلاص، ده بقى 10 دقايق وهكون عندي. اجت ادت لعيالي الدرس حوالي يعني من الساعه 4:15، مشت من عندي الساعه 7:15. 4:15؟ 7:15. جالها اتصال من تليفون والدتها، ايوه يا نور، ده كمان انا شفت وهي بتتكلم في التليفون، وعيالي كمان شافوا الرقم بتاع مامتها بيرن. تمام. ايوه يا نور، انا جيت البيت. قالت لها انت جيتي يا ماما، خلصت المشوار، ادم قاعد معايا في الدرس زهقان، لو انت جيتي ابعتهولك. يعني معنى كده ان اثناء تواجد نور عندي في البيت مامتها رجعت من المشوار بتاعها، كانت مامتها في البيت، ما كانش يعني في الوقت ده نور زي ما يعني ما نفذتش الجريمه اصلا. لا، ما نفذتش الجريمه وجت. ما نفذتش حاجه وجت، ونزلت على السلم قابلت نور في تليفون جالها بالفعل. بنتي قالت لي كده، انا ما شفتش، لان بنتي هي اللي اشترت الحلويات مش انا. لما انا سالتها قالت لي يا ماما كان في مس نور بتتكلم في التليفون وايه، وعماله تتكلم في ايه بس. انما ما عرفتش مين اللي كان بيتكلم؟ لا، ما عرفتش مين اللي بيتكلمها، انا بس عرفت وهي نازله مروحه. وهي مروحه. بس الواقع بقى ان هو قبلها بيوم والدة نور اشتكلت مع الولد دوت وضربته جامد، وقالت له ما تجيش هنا. طبعا الولد صغير ومش فاهم ازاي بقى تهينه قدام اللي بيحبها، وانتوا فاهمين الحوار ده. طلب من نور ان لازم ايه بالنص كده، انا لازم ادي لمامتك درس، يا اما فيها يا اما في اخوك احمد. قالت له لا، بلاش اخويا احمد، مالكش دعوه بيه. طبعا كان دايما بيهددها بالكلام ده على حد كلامها. وبعدين قال لها يا نور ادخلي جوه اعملي لنا حاجه نشربها عشان انا عايزه اكلم والدتك في موضوع مهم. طبعا الام انفعلت، انا مش عايزه منك كلام، انا مش هسمعك، انت مالكش دعوه ببنتي خالص، ده كلام نور. ضربته. لما ضربته هو كان موجود تقريبا في شاكوش بيتهم مكركب شويه، ده اللي انا شفته، وكمان كان في كوبايات على الجزانه، كوبايات مقلوبه كده. قام هو جاب الكوبايه لما ضربها وراح معورها، ما ماتتش من التعويره اللي بيقولوا هي في رقبتها تعويره، صح؟ انا مش عارفه، انا ضربها عورها بالازازه، بس فين مش عارفه.
او ازاي مش عارفه. قالت له سيبها. نور بقى، نور اللي بتتكلم مع حسين، نور سيبها ومالكش دعوه بيها، روح نخيطها ومش هقول ان انت. والدة نور قالت ابعد انت وسيبني عشان خاطري، سيبني وانا مش هقول ان انت، بس خلاص ارحمني. فضلت نور تصرخ وتصوت وتقول له سيبها ما تعملش فيها كده، وحاولت تشده ما قدرتش عليه، زقها رماها على الارض. اثناء رميتها على الارض خبطها بالشاكوش. ده هو رمى نور على الارض، رمى نور على الارض، رمى نور بعدها بعيد، رماها على الارض، رمى نور على الارض وهي مرميه على الارض ضربها بالشاكوش. طبعا انت طبعا انا عارف، انا يعني انا طبعا بحييكي على موقفك، ان انت فعلا انت طلبتي، وانت يوم الواقعه كلمتينا واتصلت بينا يعني انا عندي البنت بقالها 2.5 شهور بتجيلي يوميا. انتوا بتقولوا ان هي بتشرب مخدرات، ما استحاله يا جماعه، استحاله. طبعا انت طبعا انا عارف، انا يعني انا طبعا بحييكي على موقفك، ان انت فعلا انت طلبتي، وانت يوم الواقعه كلمتينا واتصلت بينا. طبعا انت طبعا انا عارف، انا يعني انا طبعا بحييكي على موقفك، ان انت فعلا انت طلبتي، وانت يوم الواقعه كلمتينا واتصلت بينا. انا يعني انا طبعا بحييكي على موقفك، ان انت فعلا انت طلبتي، وانت يوم الواقعه كلمتينا واتصلت بينا. اخيرا رفع الستار عن قضيه فتاه بورسعيد وصديقها المتهمان بقتل والده المتهمه درهان، وما اثبتته النيابه العامه بدءا من التخطيط للجريمه ومراحل تنفيذها حتى ضبط المتهمين ومواجهتهم بما يسند اليهم واعترافاتهم وتمثيل الجريمه في مكان وقوعها امام النيابه العامه، وتفاصيل مثيره في بيان النيابه العامه من محادثات مكتوبه وصوتيه ليلة وقوع الجريمة، ومن على تليفون الأم الضحية التي استخدمته المتهمة يوم وقوع الحادث. وبكل أسف ثبوت الجريمة على الفتاة وصديقها، وكان الشيطان الحكم في المشهد استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، صدق الله العظيم. جريمة بشعة بكل أسف، والمصاب جلل في الشارع المصري والعربي، وكانوا يا ربي مع الشيطان على ميعاد واللهم لا اعتراض. ده نص بيان النيابة العامة بخصوص الجريمة البشعة دي. النائب العام يأمر بإحالة فتاة وطفل للمحكمة الجنائية لقتلهم والدة المتهمة في بورسعيد. أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات وإحالة طفل متهم لما يتجاوز سن 15 إلى محكمة الطفل المختصة إعمالا لنصوص مواد قانون الطفل لمعاقبتهما عما أسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدا مع سبق الإصرار، إذ بيتا النية وعقد العزم على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصا خشبية مثبت فيها مسامير ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجية مكسورة، محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وذلك بعدما خططا لجريمتهما وتحاينا يوما لتنفيذ المخطط. مكنت المتهمة فيه الطفل المتهم من دخول البيت خلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفر بها وقتلها ثم سرق هاتفها المحمول وحاول إخفاء آثار الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرتها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عدد من الشهود وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم، تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلاتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبين من فحص هواتف المتهمين وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة من وجود محادثات بين المتهمين، ومنها ما سجل صوتيا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة. كما ضبطت النيابة العامة إرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورة النهائية التي انتهت إليها التحقيقات. جريمة مؤسفة، جريمة بشعة مرت على الوطن العربي كله، مش هقول على مصر بس. عمرنا ما كنا نتخيل ان بنت في السن دوت وطفل في السن دوت يعملوا جريمه زي كده في الام اللي ربت، الام اللي شالت، الام اللي استحملت، الام اللي كانت بتشتغل وتسهر تتداين عشان تجهز بنتها وعشان تسترها. يطلع من بنت عندها 20 سنه كل كده. عملت ايه في نفسك؟ دمرت نفسك، دمرتي ابوكي، دمرتي اخواتك، قتلتي والدتك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
مع طفل مستهتر المفروض ان هو مشرد على حسب الواحد بيسمعه في الاعلام ان هو بيلم حاجات من الزباله وي وي وي. الشغل مش عيب، بتشربوا مع بعض وبتمارسوا الرذيله مع بعض، حاجه مؤسفه حاجه مزريه. كنت المفروض انك انت يعني فتاه جامعيه المفروض تكوني عاقله وانضج من كده. خفت على اخوكي زي ما المحاميه بتاعتك بتقول، وخفت على ابوكي من اللي هيحصل ومن الفضيحه. ادي نتيجه روح راحت وزهقت بدون وجه حق على ايديكم بالملطخه بدماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. صدق الله العظيم. ايه بتوضح الحقيقه وحقيقه الدنيا واللي احنا بنشوفه. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم ويبعد عن اولادكم كل شر يا رب ويهديهم ليكم. حاجه مؤسفه بجد، ربنا ما يكتبها على حد. بجد الواحد حزين، الواحد ما بقاش عارف يقول ايه على اللي بيشوفه في الدنيا دي من جرائم بشعه على ايد اطفال. المفروض يعني دول يعني في اعتقادي ان الواد مش هيتعدم طبعا لانه حدث. هي بقى مش عارف ايه اللي هيحصل فيها، الله اعلم. هنتابع الايام الجايه ايه الجديد في القضيه ديت. ربنا يبعد عنكم كل شر يا رب ويعافيكم من فواجع الاقدار، لان اللي احنا شفناه ده فواجع اقدار. اب ملهي في شغله وام ملهيه في شغلها يحصل فيهم كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسيبكم في رعايه الله وامنه. ولو كنتم وصلتوا معايا اخر الفيديو اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو اول مره بتشرفوني يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.